يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله في الجزء الثالث من لعب الدقة. الدقة مثل ما قلنا يا شباب مو معناتها إذا كانت الدقة لك معناتها أن لك الفوز 100%، ولكن معنى الدقة هو أفضل النقل. فالدقة يا شباب إذا قلت لكم أن هذه الوضعية يعني ستؤول إلى التعادل بكل خياراتها، مو معناتها ليست مهمة، بالعكس مهمة جدا. إذا كانت الأفضلية لخصمك تعرف شلون تاخذه قايم، وإذا كانت الأفضلية لك ما تحاول تجازف ويضيع عليك الشوط. شوفوا معي، هذه الوضعية حصلت بين الداعوق ومحمد المرعبي. عطى واحدة ساق، مثل ما لاحظتوا أن الأسود اللي هو المرعبي ضحى بحجر في سبيل أن تكون له الأفضلية. قال له كش، قال له بعد كش، ساق فوق، ساق الداعوق، قال له كش، قال له اكل، قال له اكل، شكهم، ساق، سوق وياه، دامه، ايش قال دامه، طب هني، قال لك ايش، ايش وين ما يروح وراها، وأصبح الوضع تعادل. هذه الوضعية حصلت بين الداعوق ورباح قاعي رحمة الله عليه. ساق الحاج الداعوق، ركب، دامه، دامه، طالب كش ثلاث. طبعا هذا الكش ممتاز، ما يستطيع الأبيض أنه يفتح له، لأنه لو فتح له راح يكشه بهالطريقة، راح يحكم على الشوط. انساق يعطيه واحدة وياخذ شيخه، ونسكر عطاه واحدة واخذ ثنتين. فنقل الأصفر نقلة انتقالية ممتازة، طح هذا الحجر. والنقلة الانتقالية إن شاء الله راح نتكلم ما هي النقلة الانتقالية. النقلة الانتقالية والنقلة الواعدة أفرع من أساس النقلة، لأن قلنا النقلة من أساسات الدامة السبع، والنقلة الانتقالية والنقلة الواعدة من أساس النقلة. ابتعد عنه، كش، ما يقدر ياخذ واحدة وثنتين، كش، كش. مع تكرار طلب الكش أصبح
الوضع في حكم التعادل. هذه الوضعية حدثت بين الحاج الداعوق والشيخ وهاب حيدر. نقل الداعوق هذه النقلة ساق كش بعد كش دامة. إن قال لك كش ثنتين راح يركب قايم. كش التعادل واضح. شوفوا معي هالوضعية، النقلة للأصفر واضح أن الدقة للأسود. إذا حطيت في مثل هذه الوضعية كانت الدقة عند خصمك، تعرف شلون تاخذ الشوط قايم. إذا ساق عليك تسوق، إذا قال لك كش تركب. قال دامة دامة كش فوق، نزل قال فوق، دامة. أصبح الوضع تعادل. الخيار الثاني إذا نقل هذه النقلة كش دامة دامة حاول أسوي له مقص كش كش، وهكذا استمر وياه بالكش والوضع تعادل. الخيار الثالث ما ساق عليه فوق، حاول يربطهم، ساق ما نزل قال لك ايش، أساس ما يركب ويقول دامه قبله، ضحى بحجر وساق. قال لك ايش دامه ساق عبر، أصبح الوضع تعادل. الخيار الرابع
هالمرة يلحقه. انساق، يعطيه واحدة، يقول له كش. شيخ شيخ، والوضع تعادل. الخيار الخامس شيخ، قبل لا يقول شيخ ينقل هالنقلة. شيخ، شيخ، يعطي واحدة وياخذ الشيخين، والوضع قايم. الخيار السادس شيخ، كش، شيخ، كش. لاحظوا معاي ان في زود حجر. مجبور يضحي بالحجر قدامه، والوضع أصبح تعادل. وضعية حدثت بين اللاعب الكبير محمد شهاب ومحمود فقيه. نقل الأستاذ محمد شهاب هذه النقلة. كش، ضحى بحجر وساق. كش، كش، دامه، عطاه هالحجر، لأن إذا قال دامه راح يعطيه واحدة وواحدة وياخذهم كلهم. دامه، كش، دامه، دامه، كش، 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 كش،
أصبح الوضع قائم. الخيار الثاني دامه دامه كش سد بالشيخ عبر كش قال لك ايش دامه يسوق الوضع قائم. الخيار الثالث كيش كيش دامه دامه كيش 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 وراه والوضع قايم. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، نلقاكم بإذن الله في الجزء الرابع مع لعب الدقة. مع السلامة.